تعالي نعمل من بواقي التلاجة جبنة كريمي وطعمية كده مقلية في الزيت مقرمشة زي بتاعة المطاعم وأحلى. وهوريكي ازاي تستخدمي بواقي التلاجة وتعملي أكلة منها. هنجيب بقى جبنة كده كانت عندي نشفت، لو نشفت عندك ما ترميهاش، نحافظ على النعمة عشان ربنا يحافظ علينا. حطيت عليها نص كوباية لبن وضربتهم في الكبة وبقوا بالشكل الكريمي ده. فقلت بقى اخليها بطعم الفلفل، وممكن انتي لو مش عايزة تخليها بطعم الفلفل عادي. حطيت فيها فلفل كده وضربتها وكانت طعمها في منتهى الجمال. حطيتهم في قالب ورحت بقى مخرطة طماطم ومخرطة فلفل اخضر ومخرطة خيار. اعذروني بقى صوتي تعبان واخده دور برد، ادعولي بقى في الكومنتات ان ربنا يشفيني. وجبت بقى العيش الفينو فردتها كده وحطيت طماطم وخيار. عايزه اقولك احسن من اي مطعم انت ممكن تجيبي سندوتش جبنه. بجد كان طعمه في منتهى الجمال، كمان ضمن النظافه والشكل. هنا كان باقي بقى طعمية من اللي احنا عملناها مع بعض، حطيت عليها كزبرة وكمون وشوية ملح ورشة كربوناتو وضربتهم كده بالمضرب عشان تبقى تنفش معاكي. طاسة كده وعليها زيت وبدأت اقلي الطعمية معاكي. لو الطعمية قعدت معاكي كذا يوم ما ترميهاش، اضربيها بمضرب البيض او في الكبة بتاعتك عشان تبقى منفوشة من جوه. وبطلعتها واول ما خدت لون ذهبي طلعتها وحطيت عليها طماطم وخيار. احلى سندوتش ممكن تعمليه في حياتك. طبعا جبنة. ممكن تعملي كمان الكلام ده فطار، تعمليه مشروع، تعمليه في اللانش بوكس في الفطار. فانا هوريكي ازاي بقى تغلفي السندوتشات كده. بجيب اكياس التلاجة وببدأ اغلفها في اكياس كده علشان احافظ على الحشوة بتاعة السندوتش ما تخرجش من بره السندوتش، واقدميه في اللانش بوكس بتاعك. انا كده قدمتلك كده وصفة ازاي تعملي سندوتشات الطعمية وتحولي الجبنة بتاعتك القديمة لجبنة كريمي، وعم تعمل سندوتشات ازاي. لو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. كانت معاكم هبة ابراهيم، بحبكم قوي. باي باي.